تلقى نيلسون ساكاجوتشي وهو مدير تنفيذي في واحد من أكبر البنوك في البرازيل مكالمة غيرت حياته بالكامل. على الطرف الثاني من الخط كان محافظ البنك المركزي النيجيري، وكان عايز يبني مطار رئيسي مختلف عن أي مطار في نيجيريا، وشاف إن المشروع هيكلف 242 مليون دولار، ووعد نيلسون بعمولة 10 مليون دولار. وعلى هذا الاتفاق المبدئي اتقابلوا في لندن، ونيلسون سلم على الحاكم ونائب المحافظ ومدير الطيران المدني النيجيري. وبعد التعارف وضحوا لنيلسون تفاصيل خطط العمل ومناقشة البنية التحتية بالكامل. نيلسون كان مقتنع تماما بالفكرة، واتصافحوا وعقدوا الصفقة، ودي كانت لنيلسون ضربة العمر وفرح جدا. ولكن كان في مشكلة واحدة فقط، وهو ان كل ده كان كذبة ومطار من وهم الخيال. ودي القصة المجنونة اللي هتورينا واحدة من اكبر طرق النصب الاذكى المجرمين في التاريخ، اللي باع مطار وهمي ب 242 مليون دولار. خليك معايا وجنب هادي، واوعدك انك هتنبهر بالقصه. وشكرا ليكم على التفاعل الجميل في الفيديو اللي فات، ويا رب دايما مع بعض وفي خير وسعاده ليكم. ويلا نبدا بسم الله. سنة 1995 مدير بنك نورو أسيتي في البرازيل جات له مكالمة على تليفون مكتبه من نيجيريا، ورد عليه على أساس إنه مواطن نيجيري عادي. ما كانش متخيل إن اللي هيكلمه هو محافظ البنك المركزي النيجيري، والعلم إن البنك المركزي في أي بلد هو أعلى منظمة مالية فيها، وهو اللي بيسيطر على كل البنوك في البلد. ده غير إن محافظ البنك المركزي يعتبر رتبته برتبة وزير. أما بقى مدير بنك نورو أسيتي حس إن الموضوع خطير، إن محافظ بنك مركزي لدولة بيتصل بيه، أكيد إن الموضوع مهم. وبدأ محافظ البنك المركزي النيجيري في الكلام، وقال له ان نيجيريا بتخطط انها تبني مطار في العاصمه ابوجا، وابوجا هي واحده من اكبر المدن في نيجيريا وعدد السكان فيها كبير. اكيد لو اتبنى فيها مطار هيكون عليه حركه استثماريه كبيره. مدير بنك نورو اسيتي البرازيلي اهتم جدا بالموضوع، وبدا انه يستمع بتركيز اكتر. وفضل محافظ البنك المركزي النيجيري يشرح له ان نيجيريا بتدور على مستثمرين علشان يستثمروا في مشروع المطار اللي هيكلف حوالي 250 مليون دولار، وكل ده متاح ليكم، واحنا بنقدم الفرصه دي لاكتر من بنك حول العالم. واقنعه بالنصبايا انها فرصه استثماريه. لعيب بصراحه. المهم كمان ان هو كان بيوصل له انه يستعجل قبل ما اي بنك تاني يقع عليه فرصه الاستثمار دي. وحظه كان حلو، لانه كان بيكلم شخص عايز يدخل البنك بتاعه في استثمارات في البنيه التحتيه في الدول الناميه، وكان عارف ان استثماره في مطار من اكتر المشاريع الاستثماريه اللي بتحقق ارباح. و250 مليون دولار كتكلفه لو مطار صغير هيعوضهم في سنه او سنتين. وحس مدير البنك ان دي فرصه ما تتعوضش، وسكت للحظات مدير البنك البرازيلي وهو ماسك التليفون بيفكر، وعلى طول قطع حبل افكاره المحافظ النيجيري وقال له بالنسبه ليك كمدير بنك هنقدم لك فرصه ما تتعوضش، وده عرض خاص، عموله 10 مليون دولار لانك هتكون الوسيط اللي هيتمم الصفقه. مدير البنك البرازيلي الغلبان فرح واتحمس جدا انه يتمم الصفقه في اسرع وقت. فاكر الغلبان انه واقع على مصباح علاء الدين، وكمان فرصه استثماريه للبنك حلوه. وبعد فتره من الوقت واخذ القرارات اتصل مدير البنك البرازيلي بمحافظ البنك المركزي النيجيري وقال له تمام، خلاص البنك هينتهز الفرصه الاستثماريه دي، وبدا في الاجراءات وتجهيز العقود. مدير البنك البرازيلي ما يعرفش ان اللي بيكلمه مش محافظ البنك المركزي النيجيري ولا حاجه، ده كان بيكلم واحد اسمه ايمانويل توتي. ايمانويل ملهوش دعوه ببناء اي مطارات ولا في مطار من الاساس، دي كلها كده كانت كدبه. طب مين هو ايمانويل ده، وهيعمل ايه بعد ما وافق البنك على القرض؟ ايمانويل هو كمان كان مدير بنك في نيجيريا اسمه يونيون بنك، وده بنك تجاري خاص ملهوش دعوه بالحكومه خالص. كان ايمانويل مرتاح ماديا وعنده ثروه معقوله الى حد ما، ولكن البحر يحب الزياده وثروته تكبر اكتر وتكون بالملايين، لحد ما بدا يفكر ازاي هيقدر يجمع ثروه كبيره. ومن هنا اتولدت الفكره المجنونه دي، فكره البحث عن استثمارات لبناء مطار في العاصمه النيجيريه. برغم انه كان مدير بنك وعنده سمعه كبيره، لكن مش هتكون كافيه لتنفيذ عمليه نصب كبيره زي دي، لانها كانت محتاجه لسمعه واسم اكبر من كده. وقرر انه ينتحل شخصيه محافظ البنك المركزي النيجيري يول اكوما، وبدا يستعد بقوه ودقه كبيره، وجمع فريق من 5 اشخاص من الناس المقربين اليه جدا، وبدا معاهم في مناقشه الخطه وهي جذب البنوك الاستثماريه في مشروع المطار الوهمي. الفريق اللي اختاره ايمانويل متخصص في الانظمه الماليه والبنوك، وكلهم كانوا شغالين في القطاع المالي زي ايمانويل، وده كويس لانهم كده فاهمين تفاصيل البنوك وطريقه شغلهم في نيجيريا وكمان في كل دول العالم، فكانوا عارفين مين هم الاشخاص المؤثره في القطاع المالي، وانتحلوا شخصيات ناس مهمين. اول حاجه في الخطه انهم هيبعتوا فاكسات لبنوك تجاريه مختلفه حول
حول العالم، وبعد كده كتبوا خطاب بخط رسمي وبطريقه احترافيه على اساس ان الشخص اللي ارسل الرساله دي اسمه تورياستيريا ويليام. الشخص ده هو مدير اداره التخطيط المالي والميزانيه في وزاره الطيران النيجيري، يعني شخص مهم جدا، ولكن الشخص ده وهمي وملهوش وجود. في سنه 1991 قبل 4 سنين من قصتنا كانت اعلنت الحكومه النيجيريه ان ابوجا عاصمه نيجيريا. ايمانويل كان ذكي واستغل الموضوع، لما هيبعت لاي بنك دولي على بناء مطار في العاصمه الجديده هيكون في قابليه انهم يصدقوا قصه النصب اللي هيقولها، لان اكيد الحكومه هتطور ابوجا بعد ما اعلنوها عاصمه لنيجيريا. واتبعتت الرساله لبنوك اجنبيه كتير، وغيروا حاجات بسيطه في كل رساله علشان تكون مناسبه للبنك والبلد اللي هتروح لها. يعني مثلا الرساله اللي راحت لبنك نور اسيتي في البرازيل كانت موجهه لمدير البنك اللي كان اسمه نيلسون ساكاجوتشي، اللي كان من اصول يابانيه ولكنه كان عايش وشغال في البرازيل. لما فتح جوتشي الرساله لقاها رسميه وجايه من وزاره الطيران النيجيريه، وكمان موقعه من مدير الاداره الماليه. وبدا فعلا الاهتمام بالموضوع، لان البنك فعليا بيدور على فرص استثماريه في الدول الاجنبيه الناميه. ومن خلال العلاقات القويه لايمانويل وفريقه قدروا يستخدموا جهاز فاكس تابع للحكومه علشان المصداقيه تكون اقوى. جوتشي مدير البنك البرازيلي صدق على الرساله من الاداره العليا، ورد برساله مفادها انهم مهتمين بهذه الفرصه الاستثماريه وحابين انهم يناقشوها اكتر. وهنا يجي دور ايمانويل اللي انتحل شخصيه محافظ البنك المركزي النيجيري، واتصل بساكاجوتشي وابتدوا الحديث بتعمق في الموضوع اكتر. وفي المكالمه دي ساكاجوتشي كان مقتنع جدا بالاستثمار ده وعنده حماس انه ينضم ليهم من دلوقتي، ولكن الخطوه الثانيه هي انهم يعملوا اجتماع. ساكاجوتشي قال لايمانويل لازم نتقابل يا اما في نيجيريا او في البرازيل. ايمانويل رد عليه وقال له لا، احنا عايزين المشروع يفضل في سريه تامه، لان المشروع ده مش هيبتدي قبل 4 أو 5 سنين من دلوقتي، وعلشان كده مش عايزين نعلن عنه قبل ما نبدا في تنفيذه. فايه رايك نتقابل في مكان بعيد عن نيجيريا والبرازيل؟ ساكاجوتشي قال له تمام، انا عندي شغل الاسبوع الجاي في لندن، فايه رايك نتقابل هناك؟ وافق طبعا ايمانويل على طول، واتفقوا على المقابله في لندن بعد حوالي اسبوع. وابتدى ايمانويل وفريقه في الاستعداد للمقابله المهمه دي، وابتدى كل واحد في الفريق يتدرب على الشخصيه اللي هينتحلها، وهو ان ايمانويل محافظ البنك المركزي، والتاني نائب المحافظ، والتالت اخذ منصب مدير في وزاره الطيران. وعملوا كده رسمه هندسيه كروكي للمطار والموقع والارض اللي هيتبني عليها المطار، وسافروا على لندن وحجزوا في فندق فاخر 5 نجوم. ولما وصل ساكاجوتشي للمطار بعتوا له سياره ليموزين تقابله، وحجزوا ليه افضل جناح في الفندق، وعملوا اجتماع وكل واحد فيهم قدم نفسه بالشخصيه اللي بيلعبها. وساكاجوتشي كان مصدق كل حاجه، لان في الوقت ده ولا كان في جوجل ولا اي محرك بحث يقدر يشوف من خلاله ساكاجوتشي صوره لمحافظ البنك المركزي. غير كده ان ايمانويل كان معاه وثائق مزوره عليها صور ليه مع رئيس نيجيريا، وكان حابك النصبايه صح. وابتدى يناقشوا عن الخطط الاوليه للمطار وخطه العمل وموقع الارض اللي كانت كلها كذبه. وخلال الاجتماع قال ايمانويل عاوزين نخلي المشروع في سريه تامه علشان ما تتدخلش اي اطراف تانية، المشروع لسه هيبدا بعد 4 5 سنين من دلوقتي. ساكاجوتشي رد عليه ان البنك مستعد ان يبعت الفلوس في اي وقت هيبدا فيه المشروع. ايمانويل قال له لا، الفلوس لازم تكون تحت ايدينا حالا علشان نبدا في توظيف الشركات وتوفير الادوات والمواد. ساكاجوتشي دخل في قلبه الشك وحس ان في كده حاجه مش مظبوطه من ناحيه ايمانويل، ولكن ايمانويل ضغط عليه وقال له بص، لو انت مش مرتاح للمشروع ده فمفيش مشكله، في عدد كبير من المستثمرين غيرك اللي عايزين يجتمعوا معانا علشان نناقشهم في الفرصه الاستثماريه دي، لكن انت كنت اول واحد استجاب لفكستنا وكنت متحمس جدا للفكره. ده غير ان زي ما قلت لك في التليفون ان في عموله 10 مليون دولار ليه، وده تقدير منا لجهودك في اتمام الصفقه، لكن لو كنت مش مرتاح عادي نشوف غيرك. واخدوا في الملف واكلوا الاونطه. وعمنا ساكاجوتشي الكبارة الياباني خاف لا تضيع منه الفرصه الاولى اللي هي ال10 مليون دولار بتوع العموله، والتانيه هي الفرصه الاستثماريه الجامده دي. ورد ساكاجوتشي على ايمانويل بانه حتى لو هو وافق ممكن اداره البنك ترفض. فرد عليه واحد من اللي قاعدين تاني وقال له الموضوع مع الاداره لازم انت اللي تحله، وزي ما قلت لك لو البنك بتاعك مش مستعد للفرصه دي ففي بنوك كتير مستعده وفي اسرع وقت. فرد عليه ساكاجوتشي وقال له اعتمد عليا، انا هتصرف وسادير انا الامور. وفي اللحظه دي عرف ايمانويل ان ساكاجوتشي خلاص وقع في الفخ، وعارف ان ال10 مليون دولار العموله هتخليه يعمل اي حاجه علشان الصفقه دي تتم. وقرر البنك استثمار 242 مليون دولار، واحنا بنتكلم عن سنه 1995، يعني المبلغ ده في وقتنا الحالي بيعادل 413 مليون دولار. وكان قبل ما ينوي الاجتماع في لندن ايمانويل بلغ ساكاجوتشي بتحويل 3 مليون دولار كوديعه، وده كان هيكون مجرد مبلغ لجديه الاتفاق. ودي كانت ورقه ضغط قويه من ايمانويل على ساكاجوتشي.
علشان يضطروا انه يدفع وما يخسرش الفرصه الاستثماريه دي. ووقع ساكاجوتشي في الفخ، لان ساكاجوتشي لو حس بالنصب بعد ما دفع ال 3 مليون دولار للاسف هيضطر انه يفضل مستمر في الدفع، ومش هيقدر يعمل اكتر من ان هو هيعشم نفسه بالامل وبس، لان ايمانويل وفريقه لعبوا على نفسيه ساكاجوتشي، ودي تبقى اهم مهاره عند النصاب المحترف. لذلك ايمانويل اصر ان ساكاجوتشي يدفع ال 3 مليون دولار قبل ما يسافر من لندن علشان ما يخسرش الفرصه الاستثماريه ولا الكوميشن اللي هم ال 10 مليون دولار، وحول ال 3 مليون دولار. ووقع ساكاجوتشي في المصيده وبقى تحت ايد ايمانويل. على مدار 3 سنين فضل ايمانويل يطلب من ساكاجوتشي بتحويل ملايين من الدولارات، وساكاجوتشي استمر في التحويل من عام 1995 الى عام 1998. وساكاجوتشي الغبي ما عرفش حد من اداره البنك ولا اصحابه، وعمل فعلا خطوات علشان يفضل مداري على اصحاب البنك نفسهم. وكل مره كان بيحول ساكاجوتشي لايمانويل فلوس ما كانش بيحول اكتر من 6 مليون دولار، وده لان ساكاجوتشي كان مسؤول عن تحويل الاموال للخارج للمبالغ اللي اقل من 6 مليون دولار، وكان بيحولها كل مره لبنك مختلف في دوله مختلفه علشان محدش يعرف يتتبع مسار الفلوس دي. ولو حول ساكاجوتشي مبلغ اكتر من 6 مليون، المبلغ اللي مسموح ليه تحويله، كان هيحتاج ان هو يجيب موافقات كتيره من الاداره العليا في البنك. اما ايمانويل وفريقه فاستخدموا 17 بنك حول العالم علشان يخلطوا فيها كل ملايين الدولارات دي، وكمان علشان ما يلفتوش الانظار ليهم، لحد ما حول ساكاجوتشي فعلا 242 مليون دولار لايمانويل وفريقه خلال 3 سنين. وكان ايمانويل بيبعت لساكاجوتشي في كل مبلغ تحويل وثائق وعقود وصور كلها مزوره علشان يفضل وهمه بان العمل في مشروع المطار تمام وكله شغال، وانهم خلاص بقوا جاهزين انهم يبنوا المطار. وفي الحقيقه ان ايمانويل وفريقه ولاد لعيبه، لان زي ما قلنا ان ايمانويل وفريقه كلهم شغالين في بنوك، يعني عندهم خلفيه كبيره في اداره الاموال. وكل التحويلات اللي بعتها ساكاجوتشي اشتروا بيها بيوت في نيجيريا وفي دول تانية كتير، واشتروا استثمارات كتير ومتنوعه، وده علشان يخفوا كل حاجه ولا كأنه لم يكن حاجة. وفضلوا مكتمين على الموضوع لفترة طويلة، لحد ما في يوم من الأيام بنك كبير اسمه سانتاندر، وده أكبر بنك في أسبانيا، وكان عايز ياخد بنك نورو أسيتي، وقدم عرض كويس والإدارة أبدت الموافقة المبدئية. وهنا لازم يعملوا شوية حاجات قبل الشراء، وهو إن بنك سانتاندر يعمل مراجعة لكل الأصول والمستندات علشان يقدروا يقيموا ثمن الشراء. وتم تشكيل مجلس إدارة من البنكين، البنك الاسباني والبنك البرازيلي. وهنا الكارثه، مجلس الاداره اللي هيتمن البنك لقى ان تلت راس مال نورا اسيتي بنك مش موجود، فاستدعوا على طول ساكاجوتشي علشان يفهم مجلس الاداره ايه اللي حصل في ال3 سنين اللي فاتوا. ولما سالوه اعترف بانه ابرم صفقه استثماريه ضخمه مع الحكومه النيجيريه علشان هيبنوا مطار في العاصمه الجديده ابوجا، وحولت 242 مليون دولار على مدار ال3 سنين اللي فاتوا، وحولتهم كمان بدون علم مجلس الاداره. ولكن البنك ما بقاش مصدق اللي بيسمعه، ده كان بيدير البنك بامانه طول ال 14 سنه اللي فاتوا، وازاي قرر قرار ضخم زي ده من غير ما يرجع لينا وبطريقه مريبه. المهم ان البنك شكل لجنه تحقيق، وبعد جهد كبير منهم والشبكه المعقده اللي تم التحويل ليها كل الدولارات دي، اكتشفوا انهم حولوا المبالغ لدول وبنوك مختلفه كتير، وعرفوا ان في الاخر كل الفلوس دي راحت لنيجيريا في النهايه. ولكن بالنسبه لنيجيريا فما فيش فيها رقابه ماليه من الاساس، وما عرفتش اللجنه توصل لمين هم الاشخاص اللي اتحولت لهم الفلوس في نيجيريا. وتم وقف حسابات كتير والبنوك الاجنبيه، وكانت اكتريتها بنوك سويسريه اللي تحول ليها الفلوس، وقفت الحسابات اللي تحول ليها الفلوس، وطلبت من البنوك النيجيريه انها تتعاون معاها في كشف هويه الاشخاص الحقيقيه اللي عامله كل النصبايا دي. وقررت نيجيريا انها تتعاون معاهم خوفا من تجميد حساباتها في البنوك السويسريه وكمان البنوك الاجنبيه اللي بتبحث في الموضوع ده. والموضوع كبر جدا وبقى اكتر من بنك، او يعني تقدر تقول كل البنوك اللي اتحولت فيها الفلوس بتدور على النصاب الكبير ده. وفي النهايه وصلوا لكل المعلومات عن الطقم كله، ولكن قابلتهم مشكله تانية، وهو ان نيجيريا ما عندهاش اي قوانين ضد الاحتيال المالي. وبكده ايمانويل ومجموعته بقى احرار في نيجيريا. ده غير انهم راشوا معظم المسؤولين في نيجيريا علشان ما يسمعوش لاي ضغوط غربيه يطالبهم بالقبض عليهم او التحقيق معاهم. وخلاص اتباع بنك نور اسيتي لبنك سانتاندر الاسباني، وتمت صفقه الشراء، ولكن اتباع البنك باقل من قيمته الفعليه بكتير. اما بالنسبه لساكاجوتشي فده كان لازم يتحاكم، لانه دلوقتي محجوز في سويسرا بتهمه النصب وغسيل الاموال، واتحكم عليه بكام سنه سجن
وما وضحوش عدد السنين. واما بالنسبه لاصحاب بنك نور اسيتي مش ساكتين، وعينوا محامين في البلاد اللي تحول ليها الاموال لانهم عايزين يستردوا اي حاجه من المبلغ. لكن المشكله ان معظم الفلوس في بيوت في نيجيريا، واستحاله ان نيجيريا تتعاون معاهم. وفضل الوضع على ما هو عليه لحد ما جه رئيس جديد في نيجيريا جون اوباسانجو، ولاحظ الرئيس الجديد وحكومته ان عمليات النصب المالي كترت جدا في نيجيريا. وقرر الرئيس تشكيل لجنه للجرائم الماليه، واتشكلت اللجنه سنه 2003. وفي سنه 2004 بدات اللجنه في التحقيق في قضيه ايمانويل وعصابته. ومن بدايه التحقيقات ايمانويل بقى عايش في رعب، واتقبض على 5 من فريق ايمانويل. ولكن احنا قلنا ان فريق ايمانويل يتكون من 6 اشخاص، يعني في شخص سادس، والشخص ده خلال فتره التحقيقات مات في حادثه، وده اللي كان معروف انها حادثه، ولكن الحقيقه انه مات في عمليه اغتيال. لما عرف ايمانويل انه ممكن يعترف بكل حاجه مقابل تخفيف الحكم عليه، فقرر ايمانويل ساعتها انه يتخلص منه. ودي كلها نظريات مش مؤكده. المهم انه تم القبض على ايمانويل، وكده الفريق كله اللي نفذ العمليه بيتحاكم، واتحاكموا في مدينه ابوجا. وعين ايمانويل عدد كبير جدا من المحامين. وفي المحكمه اتفاجئ القاضي بدفاعات ومسؤولين واقفه لجانب ايمانويل، وناس كتير راشيهم ايمانويل. وحس القاضي ان القضيه هتفلت من ايده، فقرر القاضي وقف القضيه ونقلها الى مدينه ليجوس. برغم ان القضيه راحت لمسؤولين تانيين، ايمانويل موقفش انه يرشي كل المسؤولين، وكان من بينهم الضابط اللي ماسك قضيته. حاول ايمانويل انه يرشيه علشان يقدر يوصل لرئيس لجنه الجرائم الماليه، ولكن المحاوله المره دي فشلت. والضابط طلع شريف وكمان زود في ملفه تهمة الرشوة، لدرجة انه فكر في فكرة مجنونة. اثناء محاكمته بعد تحذير بوجود قنبلة في قاعة المحكمة وهتنفجر في اي لحظة، خلاهم خلوا القاعة واغلقوها واجلوا المحاكمة لمدة كام ساعة. وجات القوات الخاصة وعينت المكان واكتشفوا ان مفيش اي قنبلة وكان بلاغ كاذب، وما استفادش ايمانويل من الحركة دي بأي حاجة. وكمان اثبتوا ان هو اللي ورا البلاغ الكاذب ده، وان دي كانت خطة لهروبه وفشلت. المهم انهم حاولوا اثناء المحاكمة التفاوض مع ايمانويل بانه يرجع الفلوس اللي سرقها مقابل تخفيف الحكم. وقال ايمانويل انه مستعد لده، ولكن هرجع 10 مليون دولار فقط. وقالوا له لا طبعا مش هنقبل اقل من 80 مليون دولار. ففكر ايمانويل وقال لهم مش هرجع اكتر من 40 مليون، وده كل اللي عندي. المدعي العام قال له بص كده لحساباتك كويس، لان الفرصه الاخيره ليك لو ما رجعتش 80 مليون دولار اقل حاجه هتخسرها هي العقوبه المخففه. واستدعت المحكمه شاهد غير متوقع، وهو ساكاجوتشي مدير بنك امورو اسيتي، الشخص المسؤول في المقام الاول عن خساره ملايين الدولارات دي. ودخل جوتشي لقاعه المحكمه، ولما شافوا ايمانويل اتخض وعرف انه وقع في مشكله كبيره، والقضيه خدت منعطف تاني خالص لما اعترف جوتشي بكل حاجه ان ايمانويل انتحل شخصيه محافظ البنك المركزي النيجيري، ودي لوحدها قضيه كبيره. وقال انه مولهم بمبلغ 242 مليون دولار، وطلع صور من الوثائق والرسائل اللي كانت ما بينهم. وبعد الشهاده دي بقت التهمه لابسه ايمانويل، ورجع ايمانويل بيطلب من المدعي العام انه يرجع 80 مليون دولار ويخفف الحكم. المدعي العام قال له لا، دلوقتي انت مطلوب منك مش اقل من 120 مليون دولار، ودول اللي هيرجعوا لاصحابهم، وغرامه هتزيد عن 10 مليون دولار، ودي هتروح للحكومه النيجيريه. وحس ايمانويل ان ما عندهوش اي حل تاني، وقبل بالعرض. ومقابل الصفقه دي اتحكم عليه بالسجن لمده 5 سنين، وما قضاش منهم الا اقل من 2 بس. ورفع كمان قضيه على الحكومه النيجيريه انهم اخذوا منه امواله، واخذوا منه اكتر من اللي اتفقوا عليه ال 120 مليون دولار. والغريب انه كسب القضيه وقدر يرجع عقارات بحوالي 50 مليون دولار، وكسب ده كله عن طريق الرشاوي اللي بتوصل لملايين الدولارات. وبعد كل الاحداث دي بقى ايمانويل بيتمتع بالملايين اللي معاه وعايش حياه الرخاء. وفي سنه 2016 اتقبض عليه مره تانية بتهمه القتل بسبب نزاع على قطعه ارض. بعت ايمانويل 200 راجل من رجالته، وحصلت عركه كبيره ادت الى مقتل حارس واصابه عدد كبير من افراد الشرطه، واتقبض عليه بتهمه التآمر في القتل. واحنا عارفين من تاريخ ايمانويل ان دي بالنسبه له قضيه لعب عيال، وخرج منها بكل بساطه وعايش حياه البذخ جوه قصوره ما بين رجالته. وبكده وصلنا لنهايه قصتنا، وكالمعتاد لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. ودي كمان فيديوهات لاكبر لسه سيارات من امريكا. ما قدرتش الحكومه الفيدراليه انها تثبت عليه التهمه، ولا قدرت ترجع العربيات من تاني، لان صاحبنا كان بيخفيها وما بيكونش ليها اي اثر. وشكرا لكم على المشاهده، وسلام. قفلت والدنيا مشبره، بصوب واصيب صح والدنيا مكبره، بصدق احساسي وببلوك الشوشره، فكرتي جوهره، منجم بيطلع